السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان. والبدء بأهم العناوين. انعقاد الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية. دورة تدريبية لمكافحة الآفات المترحلة. الإريتريون في جنوب السودان يتبرعون لمكافحة كوفيد-19. أستراليا تلقي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. مقتل 13 شخصا على الأقل في تحطم طائرة روسية بمبنى سكني. سقوط قتلى بانهيار أرضي في فنزويلا. من العناوين إلى التفاصيل. انطلقت في 17 من أكتوبر أعمال الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية الوطنية في أسمرة تحت شعار تنظيم قوي للنهضة الرياضية. وفي اليوم الأول للجمعية العمومية الرياضية الذي انطلق من خلال تقارير الاتحادات العامة لكرة الطائرة وكرة الريشة، قدم خلاله مفوض الثقافة والرياضة السفير زمل تخلة كلمة أوضح فيها بأن أهداف أعمال الجمعية العمومية هو التقييم ومراجعة تقارير الاتحادات الرياضية في فترة 4 أعوام مضت، وبحث آراء وأفكار ثرية تساعد في النهوض في المناشط الرياضية. بدوره ناشد مسؤول متابعة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية بمفوضية الثقافة والرياضة العقيدة سلومون سيوم المؤتمرين لمناقشة التقارير المقدمة والخروج بأفكار بناءة. وقدمت في الاجتماعات التي جرت حتى الآن تقارير الاتحادات الرياضية، وتم التطرق إلى الجوانب المالية والفنية، وناقشوا البرامج المستقبلية الموضوعة. وتم في المناسبة تقديم الشهادات التقديرية لأعضاء الاتحادات الرياضية التي خدمت في الفترة الماضية، على أن تتواصل أعمال الجمعية العمومية في الأيام المقبلة. نظمت في مدينة بارونتو دورة تدريبية من 10 وحتى 15 من أكتوبر في مكافحة الآفات الزراعية المرتحلة. شارك في التدريب 32 من خبراء وقاية النباتات من جميع مديريات إقليم الكاشبركة بهدف تعرف على طبائع وأنواع الآفات المتنقلة عامة والجراد والطيور الكويلا خاصة، وكيفية استخدام معدات المبيدات الحشرية. وأوضح مسؤول مكافحة الآفات الزراعية السيد تيدروس يوم أن التدريب جزء من جهود وزارة الزراعة لتنمية قدرات الأعضاء والسيطرة على الآفات الزراعية. من جانبه قدم مسؤول وقاية الثروة النباتية في مكتب خدمات الرقابة الإقليمية السيد أبرهالي هيلا ميكيل محاضرة حول توخي الحذر أثناء استخدام المبيدات الحشرية، موضحا بأن استخدام المبيدات عشوائيا له أضرار خطيرة. ذكر مسؤول المركز الصحي في نفاسيس في مديرية جندع الممرض ملاكي ورد جابرييل ارتفاع خدمات المركز الصحي بنسبة 95% مقارنة مع العام السابق. وقال أن النتائج المشجعة التي تحققت نتاج أنشطة التوعية المتواصلة والمترسخة. وأوضح وجود كادر صحي كافي ومعدات متكاملة وأدوية لتقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم والتحاليل الطوعية للدم والسكري ومختبر الفحوصات الطبية والصيدلة، بالإضافة إلى أنشطة الإصحاح البيئي وتوزيع الناموسيات. وأعرب السكان عن الارتياح للخدمات التي يقدمها المركز الصحي. يقدم المركز الصحي الخدمات أيضا للمواطنين القادمين من عدروسو والعتين. أشاد متدربو قيادة السيارات في مدارس السنية الأربعة بالخدمات التي يقدمها لاستخراج رخص القيادة عن قرب. وأوضحت مسؤولة وحدة سجلات الرخص السيدة روزينا تسفايل وكالة الأنباء الإرترية إيرانا أن السكان كانوا يتوجهون إلى بارونتو وكرن وأسمر لاستخراج الرخص قبل فتح مدارس تدريب القيادة، مما كان يعرضهم لمنصرفات مالية كبيرة. وذكرت بأن هذه المدارس التي تقدم تدريب لرخص القيادة للدرجتين الثانية والثالثة تساهم في الحد من الحوادث المرورية بالحد من القيادة دون رخصة التي كانت مستفحلة، مشيرة إلى إجراء المراقبة لجودة عمل مدارس تدريب قيادة السيارات.
وأشار مدرسو قيادة السيارات إلى أن فتح هذه المدارس خلق فرص العمل، منادين بإعداد كتب تدريب شفهي باللغة العربية لتقليل الرسوب في الامتحان الشفهي. وذكرت المتدربون بأنهم يذهبون إلى طورنطو لإجراء فحوصات العيون لاستخراج رخص القيادة من الدرجة الثالثة، مع وجود فحوصات العيون للدرجة الثانية في مدينتهم، مطالبين بإجراء الفحوصات في تسني. يواصل الإريتريون المقيمون في جنوب السودان تبرعاتهم للتصدي لوباء كوفيد-19 تحت شعار الأولوية للصحة والسلامة. وتبرع المواطنون في الدفعة السابعة من التبرعات بمبلغ 109,812 دولار أمريكي و17 مليون و109,550 جنيه جنوب سوداني. وكان الإريتريون في جنوب السودان قد تبرعوا في 6 دفعات بما مجموعه 769,910 دولار أمريكي و35 مليون و170,800 جنيه جنوب سوداني. وبهذا بلغت جملة تبرعات الإريتريين في جنوب السودان في 7 دفعات 879,722 دولار أمريكي و52 مليون و289,350 جنيه جنوب سوداني. يقوم سكان ضاحية عبد اللاجي بصيانة الطريق المؤدي لقريتهم من عبد قيح البالغ طوله 13 كيلومترا. وأوضحت مساعدة مدير الضاحية السيدة زايد زروم أن النفير الذي بدأ قبل شهرين تشارك فيه قرى أشرا وعبد اللاجي وقرن معر. من جانبه دعا المدير التنفيذي لإدارة مديرية عبد قيح السيد كيروس قبر مريم للحصول على الدعم الآلي لإجراء الصيانة الأساسية لحصول السكان على الخدمة الدائمة. من ناحية ثانية، قام سكان أشرا وصعدا في ضاحية عبد اللاجي بأعمال بناء المدرجات والحواجز المائية الشهر الماضي وتمهيد الأراضي في جعله. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت أستراليا بإلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة. وبعد ساعات من هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة العمالية بقيادة أنطوني بلينيز، استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الأسترالي وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ التراجع عن قرار حكومة سكوت ماريسون المحافظ السابقة الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقالت أن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي ضمن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وجاء قرار حكومة ماريسون عقب اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب. واغتفت دول أخرى أثر الولايات المتحدة وقررت نقل سفارتها للقدس، لكن بعضها على قرار باراغواي وهندوراس تراجعت في وقت لاحق. أعلنت روسيا مقتل 13 شخصا على الأقل إثر سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي 34 وتحطمها بمبنى سكني في جنوب البلاد. وقالت إن عمليات البحث تحت الأنقاض قد انتهت. في السياق، أفادت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الحالات الطارئة قولها أن فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض. في المحصلة لقى 13 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح. وتسبب سقوط المقاتلة في اندلاع نيران بالمبنى السكني المؤلف من 9 طوابق، والذي يناهز عدد قاطنيه 900 شخص. ووقعت الكارثة في مدينة ياسك التي تقع على بحر إيزوف. بدوره أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اخطر بالحادث، وأمر وزيري الصحة ميخائيل مارشوكو والحالات الطارئة ألكسندر
كرينوكوف بالتوجه إلى يسكو. وكانت المقاتلة تعرضت للحادث في طلعة تدريبية، وقد تمكن طياراها من النجاة بعد أن قذفا بنفسيهما منها، بحسب وزارة الدفاع التي عزت سبب الحادث إلى خلل فني نجم عن اشتعال النيران بإحدى المحركين عند الإقلاع. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في انهيار أرضي وقع في شمال البلاد. وأوضح مادورو أن المعلومات الأولية تشير أيضا إلى أن أضرار مادية جسيمة من جراء الانهيار الأرضي الذي وقع في حي الكاستيانو بمدينة ماركاي عاصمة ولاية أرغوي، والتي تبعد عن كاراكاس 80 كيلومترا. وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون الفنزويلي انهيارات طينية، وقد دمرت كل ما اعترض طريقها وجرفت معها سيارات وأشجار وصخور ضخمة. وأدلى مادورو بتصريحاته هذه من لاستريخاس التي خلف فيها انهيار أرضي قبل أسبوع 54 قتيلا و8 مفقودين. وأورد مادورو هذه الحصيلة الجديدة خلال زيارته التفقدية للموقع المنكوب، علما بأن حصيلة سابقة كانت قد أفادت بسقوط 50 قتيلا و56 مفقودا في الكارثة. بعد إلقائه في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد، عاد معرض باريس للسيارات الذي سلط الضوء على السيارات الكهربائية والعلامات الفرنسية والصينية. المعرض شهد زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي ركب سيارة رينو 5 تربو الكهربائية الجديدة. وأعلن ماكرون أن المكافآت البيئية التي تقدمها الدولة للذين يشترون سيارات كهربائية سترتفع على أن تكون مخصصة لأصحاب دخل معين، وبسيارات متوسطة وحتى عالية الجودة مزودة بتقنيات متقدمة. شاركت الصين بقوة في المعرض، وكشفت الشركات الصينية عن سيارات مخصصة للسوق الأوروبية في معرض باريس للسيارات. عناوين الأخبار مجددا: انعقاد الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، دورة تدريبية لمكافحة الآفات المترحلة، الإريتريون في جنوب السودان يتبرعون لمكافحة كوفيد-19، أستراليا تلقي اعترافها بالقدس الغربي عاصمة لإسرائيل، مقتل 13 شخصا على الأقل في تحطم طائرة روسية بمبنى سكني، سقوط قتلى بانهيار أرضي في فنزويلا. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. تصبحون على خير.